يا جماعة أخباركم إيه؟ ورب كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. خلاص وقت قليل وندخل على ماتش مصر ونيوزيلندا، واحد من أهم ماتشات منتخب مصر في تاريخه، وقد يكون الأهم. قد يكون الأهم. طيب ليه؟ أولا يعني ده أنت هتحقق الفوز الأول في تاريخك. يعني أنت منتظر إن أنت تحقق الفوز الأول في تاريخك، ده واحد. تاني حاجة، أنت هتلاعب منتخب المصنف ال 85 على العالم، اللي هو أقل منتخب في 48 منتخب اللي مشارك في كأس العالم في التصنيف. يعني مفيش أسهل من كده. تمام. تالت حاجه، ان انت لو كسبت هتوصل لاربع نقاط، يعني بنسبه 99% انت متاهل لدور 32 اللي هو الدور الثاني على الاقل ضمن افضل 8 منتخبات في المركز الثالث. فماتش مهم جدا جدا جدا. وخطوره الماتش بقى ده ان مفيش مبرر. مفيش مبرر لعدم تحقيق الفوز. مستحيل. مستحيل تلاقي مبرر. ومفيش اي اعذار. لا تقول لي بقى كواليتي اعلى، ولا امكانيات اعلى، ولا لعيبه متاسسه في نيوزيلندا مش عارف ايه. ما عندهمش. هم مجموعه لعيبه مجتهده وكتر خيرهم، وبيلعبوا في ظروف عاديه، وبيلعبوا في فرق وفي دوريات. يعني الدوري المصري اقوى منهم، وفرقنا المصريه اقوى منهم. فما فيش مبرر. دي حاجه. تاني حاجه، ان انت جاي من ماتش كبير قدمته قدام بلجيكا. لازم تاكد بقى الفكره ديت عند الجمهور. انت لما تكسب نيوزيلندا خلاص انت كده يعني قلت ان انا جاي. حتى لمنافسينك يعني قلت ان انا جاي، انا جاهز. تمام. لكن لو حصل لا قدر الله نتيجه غير الفوز، انت هترجع التشكيك من تاني، وهيكون في تشكيك في منتخب مصر لغايه الجوله الاخيره. كل الامور دي انت في غنى عنها. حقق الفوز انت في غنى عنها. تحقق الفوز خلاص اوكي، انت في الامان. مش هتحقق الفوز وتعادل او لا قدر الله في هزيمه، يعني انت كده بقى دخلت نفسك في حزب وحطيت نفسك تحت ضغوط الماتش ايران الاخير. انت كنت في غنى عنها. انت بتلاعب منتخب انت مرشح انك تكسبه بنسبه 95%. مفيش مبرر. مفيش مبرر لعدم تحقيق الفوز. مستحيل. انا شخصيا كاحمد انا ما عنديش اعذار. هتقول لي بقى ده المنتخب مش عارف، ده لو منتخب بيلعب بتسع لعيبه انا ما عنديش اعذار. فيعني خلينا نتفائل ان شاء الله، وان شاء الله هنكسب. باذن الله هنكسب ويكون عندنا اربع نقاط ونضمن التاهل للدور الثاني بقى، ونكمل المغامره الجميله دي في كاس العالم. النقطه الثانيه اللي معانا ليها علاقه بمحمد صلاح. وماتش بلجيكا اللي فات صلاح خرج في دقيقه 75، وده على فكره مؤشرات للي جاي بعد كده. يعني مؤشرات للي جاي بعد كده، يعني ما خاصة في وجود الجهاز الحالي صلاح. يعني حتى لو هو مثلا يعني لا، ممكن حتى الناس بتفكر تقول لك حتى صلاح لو مش فت بدنيا او، لكن وجوده في الملعب مهم. وكان دايما صلاح خط احمر، لا مساس بصلاح. ولكن قدام شويه، قدام شويه ممكن تلاقوا ان صلاح يقعد احتياطي مره والتانيه والتالته. وماتش البرازيل ده كان مؤشر على فكره. وممكن تلاقوه يخرج بدري. ويا رب بس ما يكونش في يعني ينتج عندها مشاكل يعني. ولكن يعني الاول صلاح كان خط احمر، دلوقتي صلاح مش خط احمر جوه الملعب. انا بالنسبه لي كاحمد والله صلاح خط احمر جوه الملعب. المنافسين بيترعبوا منه. يعني صلاح ده لو برجل واحده او ب 30 بس في المية من مستواه عامل رعب. عامل رعب. عنده خبرات، عنده خبرات كبيره صلاح. هو ولو هو واقف بس قادر ان هو يعمل لك باص، قادر يعمل لك لونج باص، قادر يعمل لك ثرو، قادر يعمل لك شوطه ممتازه، قادر بيقود كمان المجموعه. فوجود صلاح يعني ايه اللي يعني انا ما بشوفش بصراحه خروج صلاح دي حاجه يعني ممكن تكون مفيده فنيا. طبعا طبعا الجهاز الفني ليه كل حق، بس انا بتكلم كرأيي انا كاحمد على الاقل. انا ما بشوفش الكلام ده خالص يعني. ولكن الفترة اللي جاية، وبلاش دخول في تفاصيل كتير عشان خاطر المرحلة اللي احنا فيها يعني، لكن الفترة اللي جاية هتلاقوا صلاح بيتعرض لموقف بلجيكا ده كتير جدا. هتلاقوا صلاح ممكن يخرج بين الشوطين. هتلاقوا صلاح ممكن ما يبداش اساسي ماتشات مهمة. هتلاقي صلاح ممكن ينزل اخر 5 او 10 دقايق. وهل ده موقف صلاح ممكن يتقبله؟ مش عارف. مش عارف، خاصة ان كان بداية مشكلة صلاح في ليفربول مع سلوت ان قصة الخروج والكلام ده يعني. طيب النقطة الثالثة اللي معانا هي ليها علاقة بمروان عطية، لاعب وسط الأهلي طبعا منتخب مصر. قبل كأس العالم كان اتقال إن في عروض من السعودية منضمجوا الاتفاق تحديدا عشان خاطر مروان عطية. ولكن الواقع لا، يعني المعلومة اللي عندي إن لا، ما كانش فيه أي عروض خالص. هو شركات تسويق في النص كده اتكلمت مع مروان
او مع وكلاء او الكلام ده كله، اوكي تمام. طيب هنشوف انديه معينه في السعوديه. الانديه المعينه اغلبها قالت لك لو فري اوكي، لو مش فري احنا مش هندفع فلوس كتير. فدي السياسه بتاعت الدوري السعودي الفتره الجايه، مش هيدفعوا فلوس كتير في لعيبه، هم هيستهدفوا اللعيب الفري. خاصة بقى دوري مصري جاي من الدوريات دي، هيستهدفوا اللعيب الفري، لكن يدفعوا فلوس كتير في خاصة أندية الوسط زي ضمك والاتفاق مثلا، في لعيب في الدوري المصري 3 4 مليون دولار، ده سيستم مش عندهم. فما فيش عروض، اي عروض من السعوديه لمروان عطيه لغايه دلوقتي. ممكن بعد كاس العالم يجي له عروض طبعا من الخليج، من اوروبا، ولسه سنه كويس فممكن يجي له عروض. دي حاجه يعني وارد جدا انها تحصل يعني، ولكن قبل كاس العالم وفي الفتره دي تحديدا لغايه دلوقتي مفيش اي عروض لمروان عطيه. اه فاضل له في عقده السنه الجايه، والاهلي عايز طبعا يجدد له، وهو الولد كويس جدا في موضوع التفاوض مع الاهلي، مش من النوع اللي هو اللعيب اللي هو بيضغط يعني، ولكن اكيد لو جاله عقد كويس او عرض كويس ما اعتقدش، خاصة مع فرق العملة يعني، ما اعتقدش ان الاهلي يقدر ان هو يدفع الفرق ده يعني. فيعني نشوف بعد كاس العالم، بس لان اكيد شكل العروض وشكل العروض دي كلها والتعاقدات ده هيتغير للعيبه المصريين، خاصة لو احنا كملنا كمان اكتر في كاس العالم بقى، تأهلنا من المجموعة ورحنا لدور 32 دور 16، اكيد العروض هتختلف اكتر للعيبه اللي هي هتجيد مع منتخب مصر. وطبعا مروان عطيه لعيب اساسي في المنتخب، يعني انه مرشح يعني ان هو يجي له عروض كويسه. ده الفيديو بتاع النهارده، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.